سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه خفيفه ظريفه ميني مسكوتشو. توجد في 10 دقائق. نديرو في غيسيبيو 3 حبات بيض بدرجه حراره الغرفه مع قريصه ملح، ونضربوهم مليح بالفوي ولا بالباتور كيف كيف حتى تولي تتشكل لنا هذيك الرغوه. نزيدو معاهم كاس سكر حبيبات، ونخلطو مليح بالباتور ولا بالفوي كما سبق وذكرت، حتى يذوب هذاك السكر مليح مليح ويتجانس مع البيض. وتزيد تدنا رغوة كثيفة، يزيد يخفف الخليط هكا ماشي جينواز ولكن أقل منها. نزيدو معاهم كاس حليب، ما يكون بارد ما يكون سخون، عادي. نزيدو نضربو ثانيتنا مليح حتى يولي درنا في هذا الرغوة. شوفوا هذا الفقاعات اللي راهم يديروا. نزيدو معاهم نص كاس تاع زيت، نقسموه على 3 مرات. نديرو شويه المره الاولى ونخلطو حتى يتجانس الزيت مع الخليط. الزيت الا ما جانش مع الخليط تجي المسكوتشو تاعنا تتفتت، ما تقدريش تحكميها نهائيا. لازم نخلطو حتى يدخل الزيت في هذاك الخليط مليح مليح. هذه الوصفه سهله، يقدروا البنات تاع 13 14 15 سنه يديروها، مع رانا في الصيف والعطله وقاعدين يديروها. قبل ما ننسى نزيدو مغرفه صغيره زيت تاع قارص مع مغرفه صغيره لافاني، ونخلطوهم نديروهم في الاخر بتقعد الريحه تاعهم مليحه. ونزيدو كاس تاع فرينه اللي كنا غربناها مليح مع باكي ونص خميره الحلويات، باكي ونص. ونخلطو حتى تتجانس هذيك الفرينه مع الخليط، نخلطو مليح مليح. نزيدو الكاس الثاني. هذا المقادير اللي راني نعطيكم فيها مقادير مضبوطه، تخرج لك 20 حبه 25 حبه، يعني كميه معتبره مليحه. الحفله تاع 5 ايام تاع البيام تاع الباك مليحه، كوحده تديها في يدها تروح الكاش مناسبه خفيفه. هنا بعد ما خلطنا مليح، شوفوا هذا الاشكال اللي ديرهم كي نصوروا ذيك 8 درنا. نزيدوا لها مغرف كبيره تاع عصير الليمون او عصير البرتقال او مغرف الخل الابيض ولا الاحمر كيف كيف. نخلطوا مليح، ومن بعد نجيبوا ليمونه تاعنا نكونوا دهناهم مليح بالزبده وغبرناهم بالفرينه. نديروا فيهم نلحقوهم للنص، نديروا فيهم قد نص المون هذاك، ما نعمروش باه باسكو فيها الخماره كي تطلع تجي ذيك هي. ونخبطوهم هكا بيخرج منهم هذاك الهواء، وندخلوهم للكوشه يطيبوا من تحت ومن بعد من الفوق. وها من خرجوا بعد ما باتوا ليله كامله بردوا، شبحتهم حاجه خفيفه برك، درت لهم شويه شوكولا مع شويه كاكاو مع